يا هلا بمتابعين الطيبين. من فينا ما يتذكر ذيك الأيام اللي كانت العائلة كلها تجتمع قدام الشاشة الصغيرة، يوم كانت الدراما الخليجية تمس قلوبنا ببساطتها وعمقها في نفس الوقت. وفي عام 1982 طلع علينا مسلسل ما كان مجرد تمثيل، كان رحلة دافية في عالم التربية. تعالوا اليوم نسترجع هيبة المسلسل ونغوص في تفاصيله اللي خلتنا نحبه للحين. مسلسل أبلة منيرة. تعالوا هني واحد واحد، تعالوا تعالوا يلا يم اختك. تبات بشي وانت عشطنهم، انت اللي طاق القاع وقايل انباع. مسلسل أبلة منيرة مسلسل كويتي اجتماعي تراجيدي، عرض عام 1982 من كتابة العبقري المصري وحيد حامد وإخراج المبدع المصري دائما حمدي فريد، ومن بطولة الفنان العملاق خالد النفيسي، والنجمة المصرية منى جبر، والفنان المصري سعد أردش، ومعاهم مجموعة رائعة من الفنانين: عبد الرحمن العقل، هدى حسين، سحر حسين، وداود حسين. تدور الأحداث حول فايزة، بنت مصرية تعاني من صدمة نفسية بعد طلاقها من زوجها اللي وراها كل أنواع العذاب من خيانة وضرب وإهانة، وعشان تهرب من واقعها وتبدأ من جديد تدور وظيفة، وتلقى إعلان لأسرة كويتية محتاجين مربية لأطفالهم اللي فقدوا أمهم، لكن بشرط إن المربية عمرها ما يقل عن 50 سنة. يا بابا أنا ما قصرت في حق جوزي، صدقني يا بابا صدقني، أنا عشت معاه، اديت له كل الحب والإخلاص، ما شفتش منه يوم كويس. هنا فايزة تقرر إنها تتنكر في شخصية أبلة منيرة الحرمة العجوز، وتدخل البيت وتواجه عيال أحمد اللي رافضين وجود أي غريبة في بيتهم تحل مكان أمهم، ويحاولون بكل الطرق يطفشونها بمقالبهم، لكن بصبرها وحكمتها قدرت تحتوي تمردهم وتعيد الدفء لعلاقتهم مع أبوهم. فكرة التنكر ومحاولة إصلاح بيت معفوس فوق تحت فيها لمسة من قصص مربيات السينما العالمية. أفلام أمريكية كثير تناولت نفس القصة، مربية تدخل بيت كله مشاكل وعيوب وتغير حياة عائلة بالكامل. هنا نشوف فايزة البنت المكسورة اللي دخلت وهي شايلة وجعها، هاربة من ماضيها، ومع الوقت تتحول لقوة ما ينهز لها جفن. وفي الجهة الثانية نشوف الأب المشغول الضايع بين شغله ومسؤولية بيت كبير بعد فقدان زوجته، الأب اللي يحب عياله لكن ما يعرف مفاتيحهم ولا عنده صبر ولا يعرف يحتويهم، وبينهم جيل متمرد عنيد رافض أي واحدة غريبة تدخل البيت وتاخذ مكان أمهم، لكن مع الوقت ومع صبر منيرة وحنانها بدأ الجدار يطيح شوي شوي، لين تحول الصراع إلى احتواء والرفض إلى حب. نفس الفكرة اللي شافها العالم في قصص كثيرة، لكن في أبلة منيرة ما كانت مجرد تقليد، كانت بنكهة خليجية أصلية، إحساس دفء وبساطة تخليك تصدق كل لحظة وتعيشها. تفتحون انتوا ما تنتخون ليه متى زي معافسين لي البيت فوق تحت، قنفات قاوينها، ابجرات مكسرينها، ثريات مطيحينها، ليه متى؟ جمال وينه؟ جمال يا جمال، جمال بس فار انت فار داش داخل تحت القنفة. صدقني أنا بس يلا صرفوا يا خواتك. انت الله عليكم وين قاعدة؟ حديقة حيوان، سيرك، عندكم الشواري ما يسوون مثلكم. بعيد عن القصة والمشاعر، خلونا نشوف ليش هالعمل كان متماسك فنياً وكيف قدر يوصل رسالته بالصدق والبساطة. أول شيء المسلسل مدرسة في سيكولوجية المراهق، علمنا أن الطق والصراخ ما يربي، لكن الاحتواء والدعم هو اللي يغير السلوك. الكوميديا بعد في المسلسل كانت كوميديا الموقف، الضحك ما كان ماشي كذا سماجة وتهريج، لا، الضحك كان طالع من مواقف حقيقية،
كيف فايزة تحاول ترجع لنفسها إذا بغت تنكشف، وكيف العيال يسوون مقالب وتنقلب عليهم. الأحداث بعد كانت ماشية بالهداوة ومتسلسلة بشكل منطقي، والتحول من مرحلة الهواش والكره بين العيال ومنيرة لين صاروا يحبونها وما قدروا يستغنون عنها صار بتدرج يخليك تصدق القصة وتعيش معها. حبكة المسلسل بسيطة وتعتمد على الصدف، وهذا هو أصلا كان ستايل الثمانينات اللي يشرح الصدر. كل المسلسلات كانت على هالخط، إلا أن قلم وحيد حامد أعطاها ثقل وحوارات ذكية وعميقة خلتها تعيش لسنين. بالنسبة لنهاية المسلسل ممكن يشوفها البعض وردية بزيادة، إن الكل يحب بعض ويتزوجون في النهاية، بس كانت نفس الشيء ماشي مع جو الدراما وقتها اللي في الثمانينات، اللي هدفها تونس المشاهد، اللي كان يدور على النهاية السعيدة اللي تبرد الخاطر وتخليه ينام وهو مرتاح. كمان إن المسلسل 13 حلقة بس، هذا بحد ذاته يعتبر سر نجاح، لأن المسلسل كان سريع وما فيه تمطيط ولا حشو يخليك تمل، كل حلقة فيها زبدة الكلام. فوق. اسمع. نعم. أنا بطلع وراي شغل بالشركة، ولا كان وريتكم شلون أعلقكم بحبال، لكن هين بروح وبرجع لكم. وانت نعم، إذا حد نزل إيده قول لي لما أرجع من الشركة. حاضر. وإذا ما رجعت لو أبات برا خل إيدهم واقفة. لو جينا نتكلم عن الأداء والتمثيل بصراحة كان متعوب عليه الرائع خالد النفيسي. هالفنان بالنسبة لي لو بس يمر من قدام الشاشة بدون ما ينطق بكلمة بقول له الله عليك أبدعت. له مكانة خاصة عندي، وأكيد عندكم أنتوا بعد. كاريزما طاغية، وإذا لبس ثوب الأب هنا السحر الحقيقي، تحس إن أبوك اللي في البيت فعلا، ببساطة وتلقائيته وحتى عصبيته اللي وراها قلب أبيض وطيبة ما لها حدود. كان يمثل الأبوة الخليجية على أصولها بدون تكلف ولا تصنع، وهذا اللي خلاه قريب من كل بيت، زي ما شفناه قبل في مسلسل الأبي وأمي مع التحية. أكيد كلكم تذكرون هالمسلسل اللي كمان يعتبر رائع من روائع الثمانينات اللي أثرت فينا وما زال. والمسلسل هذا أنا تكلمت عنه هنا في قناتي، بترك لكم الرابط في أول تعليق مثبت للي حاب يشوفه، وأنا متأكدة بإذن الله إنه راح يعجبكم. شغل ولا الأولاد ولا نربي نتعب. قبل الملف وقبل الشغل أحب أطمن عليك. ما كل العافية والخير. الأولاد عقب ما توفت أمهم الله يرحمها وهم بصيحة ولقوة وطق ومطاقق ونجرة ولجح. منى جبر قدرت تتقمص الشخصيتين ببراعة، جمالها المصري ورزانتها أعطى المسلسل نكهة خاصة وراقية، بالإضافة لوجود فنانة مصرية وبطلة ومحور أساسي في المسلسل وتتكلم بلهجتها في مسلسل كويتي، كانت فكرة جميلة أضافت جو حلو للمسلسل. عبد الرحمن العقل كان شعلة المسلسل والمحرك الفعلي لجيل الشباب والمراهقين في البيت، هو اللي يخطط وهو اللي يمشي المقالب. والتحول الدرامي اللي سواه ببراعة، شفناه في البداية المشاكس المتمرد، وانتقاله التدريجي من هذا التمرد إلى مرحلة التأثر والتغيير. قدر عبد الرحمن يورينا كيف أن وراء هالقناع قلب ضعيف محتاج حنان وتوجيه. هدى حسين ببراءتها وجه الجميل الناعم وهدوءها، بالرغم أنها كانت في بدايتها لكن كان واضح أنها راح تكون نجمة في المستقبل، وفعلا صارت أحلى نجمة ونجمة كبيرة بعد، وما زالت بنفس الوجه البريء والجميل. ليه متى وإحنا كذي؟ ما يصير أبوي دايما حابسنا. حسبالك الوحدة فينا عمرها 3 سنين ولا 4 سنين. بشير أنت يا بطلة بحاجيك بشير. داود حسين بحس الكوميدي اللي كان يلمع من وقتها أضاف حيوية كبيرة للمسلسل. الأطفال الصغار ما نقدر ننساهم، هم اللي أعطوا المسلسل نكهة عائلية حقيقية، وجودهم وعفويتهم خلتنا نحس إننا قاعدين نشوف عائلة صدق مو بس تمثيل، حسسونا إن فعلا جالسين مع عيالنا في البيت بشقاوتهم وعفستهم. في النهاية أبلة منيرة مو بس قصة مربية تنكرت، هو صرخة ناعمة وراقية ضد الاستبداد الزوجي، ودعوة لكل أب وأم إنهم يعيدون النظر في أساليبهم التربوية. وبكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، لكن قبل لا أودعكم حابة أوقف وقفة شكر وتقدير لكل واحد فيكم. شكرا على تعليقاتكم اللي تفتح النفس، وعلى كلامكم الحلو اللي دائما يسعدني. متابعتكم بالنسبة لي عائلة ثانية،
وكلامكم وذوقكم في الردود ما هو إلا دليل على طيب أصلكم ومعدنكم الصافي، ونشهد أن ربي رزقني بمتابعين راقين بزيادة. يعطيكم ألف ألف عافية، أشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.